ازيكم عاملين ايه؟ طبعا الشتاء دخل والجو ساقع وناس كتير تعبانة، والاطفال والكبار وكله، الفيروس بقى وغير الفيروس الجو يعني. فطبعا احسن اكلة بنعملها في الاوقات اللي زي دي هي الفول النابت، اللي هو اصلا بيريح وبيدفي وكل حاجة يعني. لو حد تعبان بطنه تعباه او كده مش مستحمل اي حاجة، حتى لو شوربة فراخ او لحمة، الفول النابت بيبقى انسب اكلة تتعمل يعني. عايزة اقول لكم ان هي طريقتها سهلة وبسيطة جدا وما بياخدش وقت. طبعا يا اما عندك بتشتريه جاهز من السوق، بيبقى فيه فول نابت جاهز في السوق، يا اما بنشتريه من عند العطار الفول العادي اللي هو فول التدميس، وبننقعه بنحطه في ميه يعني لمدة 24 ساعة. يعني ممكن تحطيه مثلا بالنهار كده لحد تاني يوم بالنهار برضو في نفس الوقت بيبقى جاهز ان انت تعمليه، بيبقى الفولات اتعملت بتنبتت كده وبتبقى جاهزة خلاص ان احنا نعملها فول نابت. طبعا الحاجات بتاعتها مش كتير يعني، توم وبصل وليمون، والمفروض كمون وفلفل اسود وملح. هنا البصلاية أنا قطعتها 4، في ناس بتحب تقطعها شرايح أكتر يعني اللي هي جوانح، وفي ناس بتحب تحطها سليمة، فدي براحتك. هنا طبعا المية لازم تكون بتغلي قبل ما نحط فيها الفول، تكون بتغلي جامد يعني، ونروح حاطين عليها الفول وبنحط البصل وبنحط عليه التوم. ما بحبش احط الليمون في الاول علشان ما يمررش، وبسيبه لحد ما يستوي. بعد ما يستوي اللي هو يبقى خلاص قرب يعني يستوي كده، فبروح حاطه بقى بعصر الليمونه، وبعد كده بحطها معاها مثلا لمدة دقيقتين 3 وبشيل القشر تاني عشان ما يمررش. في ناس بتحط الليمون معاه من بداية السلق يعني من بداية ما هي اول ما بتسويه، بس انا مش بفضل كده لان بتمرر يعني، بتدي مرارة جامدة في الطعم، ما بتبقاش حلوة اصلا. هنا خلاص حطيته كده وما بقفلش الغطا جامد عشان ما يفورش مننا، بوربه يعني. وطبعا انا بشوفه كل شويه وبشيل بقى اللي هو الريم زي اللي انتوا شايفينه ده، المفروض ان انا بشيله يعني. هنا عصرت الليمون وهحط القشر يعني معاها، وبعد 10 دقايق هشيل طبعا القشر دوت دقيقتين قصدي، معلش مش 10 دقايق عشان ما يمررش. بروح شايلاه. وطبعا الريم ده زي ما قلت لكم انا بشيله كل ما باجي ابص عليه وصل لحد فين في السوا، بشيل الريم اللي على الوش ده. وهنا انا كنت حطيت الملح والفلفل الاسود، وبزود بقى والكمون. حطيت هنا الملح الفلفل الاسود والكمون حطيتهم يعني، ما كانتش الكاميرا شغاله معلش. وحطيت الملح، طبعا الملح حسب ما بتشوفي انتي يعني حسب يعني الكميه اللي انتي عاملاها وبتدوقيه يعني. هنا عايزه اقول لكم بس هو استوى خالص يعني، كان مهري، القشره بتبقى ناشفه شويه بس هو من جوه بيبقى مستوي جامد يعني. فكده خلاص هو بقى مستوي وجاهز للتقديم. هسيبه بس دقيقتين تاني على النار عشان الملح اللي انا حطيته كده ياخد مع المية كده وهو بيغلي يعني، يدي الطعم بتاعه. وبعد كده خلاص هو بقى جاهز كده.